اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو بتاعنا النهارده او في حلقتنا النهارده بنتكلم عن مؤامره من اشهر المؤامرات في تاريخ الحضاره المصريه القديمه عموما. طبعا المؤامره اسمها مؤامره الحريم، بين جدا من اسمها ان شارك فيها نساء، والمؤامره دي قامت ضد الملك رمسيس الثالث، واللي قامت بيها زوجته الثانويه تي. أرادت إن هي تتخلص من الملك رمسيس الثالث تماما علشان تعين ابنها بنتقور على العرش بدلا من الوريث الشرعي للحكم. في الوقت اللي قامت المؤامرة أو الخلاف ده ضد الملك، كان في الوقت ده الملك في علاقته مع كهنة أمون غير موفقة جدا، بدليل بردية هريس اللي بتشير لعدم الموافق بين الملك وكهنة أمون. والدليل الأكبر إن كاهن أمون ما حضرش وفاة الملك رمسيس الثالث. بالنسبة لتوقيت اختيار المؤامرة واللي أحداثها ومصير كل اللي شاركوا في المؤامرة دي هنعرفه حالا. تم اختيار توقيت تنفيذ المؤامرة بدقة جدا جدا ليتناسب مع وصول سفينة الإله لطيبة في منتصف الشهر الثاني من فصل الصيف. في الوقت ده بتقوم الاحتفالات بعيد الوادي، ده بيأكد الزحام الطبيعي اللي بيجعل حراس البوابات أقل قدرة على مواجهة أي اضطراب مقصود. كمان في الوقت دوت كان في اضطراب حصل ضد الملك لعدم صرفه الأجور للعمال. استغل بقى المتآمرين في مؤامرة الحريم دور الاضطراب ده، ونجحوا في ان هم يضموا العمال السائرين ليهم، وده بيدل على التخطيط الجيد جدا للمؤامرة وكبر حجمها والمشاركين فيها. حدد المتآمرين بعد دراسة القصر الملكي البوابة اللي هيدخلوا منها، وهي عبارة عن باب جانبي بيفتح على جناح الحريم، واختاروه لأنه كان بعيد عن أعين الحراس. أشارت بردية دي لأن المتآمرين استعانوا بالسحر في المؤامرة دي، ونجحوا في استمالة أحد كبار الرجال المختصين بالسحر، واستخدموا السحر كتعويذة علشان يضعفوا بيها رجال الملك المخلصين. بالرغم من الترتيب المحكم جدا للمؤامرة، إلا أن بنلاقي إن نهاية المؤامرة دي كانت فاشلة خالص، وتم عمل محكمة من موظفين القصر الملكي كانوا محل ثقة. بتضم المحكمة دي المشرف على الخزانة ومساعد الملك وحامل العلم وغيرهم كتير. وانقسمت المحكمة ل3 مجموعات، وتحول 3 من المكلفين بمحاكمة المتهمين لمذنبين أصلا، لأن اتضح إن هما كانوا مشاركين في المؤامرة، ووقعت عليهم عقوبة قطع الأنف والأذن. أما بقى عن مصير بنتقور ووالدته تي ومصير الملك رمسيس الثالث، فكان مصير بنتقور المحكمة سمحت له إن هو يقوم بالانتحار. أما عن مصير الزوجة الثانوية تي فلم يذكر عقابها ولا نعرف مصيرها. بالنسبة لمصير الملك رمسيس الثالث من وراء المؤامرة دي، فهناك عدة آراء بتتكلم عن مصير الملك من المؤامرة. فبيرى ويلسون إن رمسيس الثالث كان مصيره من المؤامرة دي إن هو مات بسبب المؤامرة، بينما بيدعي بريستد إن الملك أصيب إصابة خطيرة، وإن المؤامرة عجلت بوفاته بعد لما عاش فترة قصيرة. لكن بالاستناد لآراء تانية فمن المرجح، آراء علماء طبعا، فمن المرجح إن الملك رمسيس الثالث قد نجي من المؤامرة، بدليل إن احنا عثرنا على المومياء بتاعته في خبيئة الدير البحري خالية تماما من الجروح. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. انتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله مع رونيتا بموضوع جديد وحكاية جديدة. سلام.